الريكورد حاليا بدأ. يلا بينا نبدأ نكمل كلامنا. احنا كنا بنتكلم فوتوشوب هو ابو البرامج، هو الاساس. حضرتك ما ينفعش تعدي على الاستريتور ولا ان ديزاين ولا بريمير برو ولا افتر افكت لما تعدي على فوتوشوب. شئت ام ابيت، ده مش بمزاجك يعني، وده غصب عنك. انت لازم اجباريا هتعدي على الفوتوشوب. طيب والله يا باشمهندس انا شفت ناس كتير بتشتغل مونتير ما بيتعاملش مع الفوتوشوب اصلا، يعني هو ما يعرفش الفوتوشوب ده بيشتغل ازاي. طيب تعال بص على شغله، هتلاقي شغله لسه ناقصه حاجه. طيب ايه الحاجه دي؟ هتلاقيها مثلا تكست افكت، هتلاقيها مثلا رسومات او بي ان جي او اي ماتيريال هو مش عارف يجمعها او يشتغل عليها. هتلاقي في حاجات كتير جدا هو لو كان متعلم فيها فوتوشوب هو كان هيقدر يسلك فيها. بتوع الفي فيكس هتلاقي في حاجات كتير دي ناقصاها. كولر ريتاتش، كل الكلام ده كله. باشمهندس كولر ريتاتش ده عندهم اصلا لوميناليتي جوه البرنامج زي الكاميرا رو. محدش هيعرف يسلك في اللوميناليتي غير لما يدرس كاميرا رو. كاميرا رو معقده اكتر من اللوميناليتي، واللوميناليتي يعتبر مكمله ليها. ففعليا اللي بيدرس كاميرا رو بيركز فيها هيقعد على الفيديوهات يعمل ريتاتش للالوان، هيطلع فيديوهات سينماتيك من اللي بتاخد 10 في 10 حرفيا. عايز توصل لمرحله انك تطلع فيديو سينماتيك بقى او ستيشنز مدموجه على بعض تكون اصليه 100%، كل ده هتعمله ازاي؟ هتعمله عن طريق انك تدرس الكاميرا رو في الفوتوشوب. طيب خلينا بقى ندخل في المهم. النهارده طبعا ان شاء الله باذن الله هنراجع فوتوشوب كامل زي ما اتكلمنا. نبدا مع اول خطوه معانا. جينا لما اتكلمنا على فوتوشوب جينا اتكلمنا عن تسطيب البرنامج، وده كان ليه فيديو كده كده هو مفتوح على المنصه للكل، سواء انت في الكورس او مش في الكورس. مفتوح لك فيديو تقدر تدخل تتفرج عليه، موجود جواه تسطيب البرنامج سواء كان اصلي او مش اصلي. حلو. طيب النقطه الثانيه وهي الاهم من النقطه الاولى، ان احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها كلر مود ريزوليوشن. عبد الرحمن اقفل المايك. تمام. سامع؟ اقفل المايك لو بس الدنيا معاك النت تمام. عمال يفصل كل شويه. مفيش مشكله. اقفل المايك بس ظبط النت وانت قافل المايك. اوكي؟ تمام. عشان بس يبقى الريكورد. فجينا اتكلمنا يا شباب عن الكالر مود ريزوليوشن. الكالر مود ريزوليوشن قلنا ده بحر يا صديقي العزيز، اللي مش هيفهم دي ما يدخلش البرنامج. يا باشمهندس انت مكبر الكالر مود ريزوليوشن قوي ومديهم حجم اكبر من حجمهم. لا احنا مش مديهم حجم اكبر من حجمهم، هم فعليا ليهم حجم وهيبه كبيره. ازاي يا باشمهندس؟ كلر مود ريزوليوشن يا صديقي العزيز هم الاساس بتوع اي تاسك. معلش، لما اجي اقول لك انا عايز اخد العربيه بتاعتي واروح بيها مشوار، هي العربيه دي لو ما فيهاش بنزين وزيت هتمشي ازاي؟ والله يا باشمهندس هزقها. طيب زقتها يا عم، هتفضل تزقها طول الطريق، ما انت كده ما مشيتش بالعربيه. تمام. فبالتالي حضرتك الكالر موديل دول عاملين زي البنزين والزيت بتوع العربيه، التصميم ما يتحركش من غيرهم. يعني يا باشمهندس انا اشتغلت على تصميم وكتبت الكالر مود وريزوليوشن غلط، ايه اللي هيحصل؟ والله يعني مش هيحصل حاجه، يعني عادي ان شاء الله تتحل وكل حاجه. خد بقى التصميم اللي انت عملته وروح على اي باسكت زباله او ريسايكل بين وحطه فيها، خلاص ملوش لازمه. ليه؟ انت عملت تصميم شكله كويس والوانه جميله ومبدع ومتنسق وكل حاجه. طيب الكلام ده بايظين. طب يا باشمهندس انا ممكن اعمل فايل جديد وانقل الحاجه دي فيه؟ لا، ما هتنقل بمكسله، لان حضرتك لما تيجي تنقلها هتنقل على الاساس بتاعها، مش هتنقل على الاساس على اللي انت شغال عليه، هتنقل على الاساس الاساسي. فبالتالي انت مجرد عملت ايه؟ ضحكت على نفسك. جبت مثلا واحد عنده 10 سنين لبسته لبس واحد عنده 12 سنه ولا 15 سنه، لازم هيبقى واسع عليه، بقى واضحه قوي وصريحه. يا اما جبت واحد عنده 15 سنه لبسته لبس واحد عنده 10 سنين، هيبقى ضيق عليه ومش داخل فيه اصلا وهيتقطع لو حاول يلبسه. صح؟ يبقى الكالر موديليزيشن هي عامله زي اللبس اللي لازم يكون متناسق مع حجم الشخص اللي هيلبسه. حجم الشخص ده اللي هو مين؟ التصميم. فلو اللبس ده مش مظبوط التصميم ده هيطلع بايظ. حلو. طيب نبدا مع بعض اول نقطه ونتكلم عن الكالر مود، ودي الاهم بالنسبه لي لان هي جدا وسهله في نفس الوقت. الديزيشن هي الاصعب شويه. الكالر مود قلنا عندنا نوعين من الكالر مود، قلنا ار جي بي وقلنا سي ام واي كي. ايه الار جي بي؟ قلنا الار جي بي دي ثلاث الوان، ريد وجرين وبلو. قلنا ايه السي ام واي كي؟ سيام ميجنتا يلو بلاك. طيب هو ايه يعني ايه لون السيان ويعني ايه ويعني ايه اليلو ويعني ايه البلاك؟ قلنا السيان ده اللون الازرق اللي هو اللي داخل على التركوازي شويه، الازرق الفاتح، بس هو جوه الازازه ما بقاش باللون ده جوه الازازه، عشان طبعا اللون بيبقى تقيل جدا مشبع جدا، فانت لما هتبص على الازازه هتحس الازازه لونها قالب على اسود. ليه؟ لان الالوان غامقه جدا ومركزه، فكترها فوق بعضها بيعمل اللون دوت. طيب مش انت هو اللون بتاع اللي هو قالب على لون البطيخي شويه اللي هو الاحمر الفاتح قوي. تمام. طيب هو جوه الازازه هتلاقيه عامل زي اللون الاحمر الدموي. طيب ليه يا باشمهندس؟ لان قلنا كتر اللون فوق بعضه او تركزه فوق بعضه بتركيز عالي بيعمل السواد اللي انت بتشوفه ده، تبقى كل الالوان غامقه ومحروقه. يبقى انا بالنسبه لي يا صديقي العزيز السيان والميجنتا هم ازرق واحمر، بس ما ينفعش اقول عليهم ازرق واحمر، لان الازرق والاحمر دي كلمه تضم درجات الوان كتير جدا.
لكن سيان وميجنتا هم درجه واحده من كتر الالوان دي، من الفرح اللي معمول ده. حلو. طيب عرفنا يعني ايه سيان وميجنتا ويلو وبلاك، وطبعا عارفين يعني ايه ريد وجرين وبلو. تعال نمسك واحد واحد. امتى استعمل الار جي بي وامتى استعمل سي؟ دي ليها وقت ودي ليها وقت. مش مهندس، خلي بالك انا لسه مخلص فيديو على يوتيوب والدنيا معايا بطب في الحته دي. ار جي بي اي حاجه سوشيال ميديا، سي ام واي كي اي حاجه طباعه. طيب يا صديقي العزيز سقفوا له سقفه كبيره، ما تقعدش معانا تاني. ليه؟ مفيش الكلام ده. الكلام ده غير منطقي بالمره. الكلام ده هي السيف زون اللي هو بيحطك عليها. السيف زون اللي هو بيحطك عليها ازاي؟ يعني هو بيديك الحاجه اللي ما تزعلكش او ما تخسركش. هو لكن انت لو عايز بقى التفصيل اللي بجد تعالى بقى نتكلم مع بعض. الار جي بي هي اي حاجه سوشيال ميديا. بس في نوع من انواع السوشيال ميديا ينفع يدخل سي ام واي كي عادي جدا. باشمهندس زي السوشيال ميديا او حاجه تعرض على الشاشه يعني بمعنى الكلمه ويتحط سي ام واي كي. هقول لك في حاله واحده، حاله البيل بورد اللي موجوده على الطرق. معلش هو البيل بورد ده مش معرض للضوء؟ معرض للضوء. طيب لو انا حاطط على البيل بورد ده الوان فاتحه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هينزل على ضوء الشمس، فضوء الشمس هيتعكس في عيني، فانا مش هشوف اي حاجه، ابقى شايف طشاش. طيب هو ازاي وانا ماشي على طريق اسكندريه او طريق اكتوبر او اي طريق من الطرق دي ببقى بعيد قوي عن اللوحه والشمس ضاربه في عيني وبرده شايف اللي مكتوب على اللوحه عادي جدا، او شايف اللي مكتوب يعني على الشاشه عامه لان هي شاشه مش لوحه؟ ليه ببقى شايفه؟ لان درجات الالوان بتاعت الشاشه متعدله لدرجات السي ام واي كي، والتصميم نفسه بيتفتح على سي ام واي كي. يعني مش مهندس حاجه بتعرض على الشاشه وبتعمل سي ام واي كي عادي جدا. فانا بالنسبه لي هل كل بتعرض على الشاشه ار جي بي زي ما بيتقال؟ لا، في حاجات بتعرض على الشاشه عادي جدا تعمل سي ام واي كي. طيب كويس جدا. يبقى احنا دلوقتي بالنسبه لنا اول قاعده عرفناها ان الار جي بي مش كله مش السوشيال ميديا بس، لا كده كده في جزء من السوشيال ميديا او الشاشات دي يعني بمعنى الكلمه بيروح للسي ام واي كي. طب والسي ام واي كي هو كله طباعه، بس لا مش كله طباعه قوي، في حبه طباعه بيروحوا معايا ار جي بي عادي جدا. طيب اتفضل يا عبد الرحمن، نسمع السؤال الاول بعد بقول كده لك نتكلم. الفينيل هندسة هو معروف إن هو ار جي بي والريزوليوشن بتاعه 150 تمام. تمام. طب ما هو في الأغلب الفينيل ده بيتعلق أصلا. لا اصبر بقى، لان الفينيل ده في الطباعه اللي انا لسه كنت هتكلم عنه دلوقتي. فالفينيل انا هقول لك استخداماته عشان تبقى عارف ايه الفينيل اصلا، لان اه الفينيل انت مش مجمعه صح. حلو. تمام ماشي. خلينا نكمل كلام يا شباب. نتكلم على الطباعه. قلنا الطباعه بتاعتنا معظمها سي ام واي كي بس مش كلها، في حاجات ار جي بي. ايه هو الار جي بي؟ حاجه زي اللي عبد الرحمن قالها كده لسه حاليا وهي الفينيل. طيب الفينيل ليه ار جي بي يا باشمهندس؟ خلي بالك، حط تحت الفينيل ده 100 خط او اكتبها جنبه كده عشان تفضل حافظها. اكتب جنبه اندور. يعني ايه اندور؟ يعني داخل الباب او داخل البيت او مغلق عليه. اي حاجه مغلقه عليها. مصدر الاضاءه بيبقى مصدر اضاءه طبيعي ولا مصدر اضاءه صناعي؟ يعني انا اللي بعمله لمبه او كشاف او غيره بيبقى مصدر اضاءه صناعي. طيب لما اقول لك ان هو اندور، معلش اوسع صاله فيك يا بلد قد ايه؟ 50 متر، 60 متر، 100 متر. هل 100 متر لو انا جيت علقت الحاجه دي جنبي هل هيبقى عندي مشكله ان اشوفها؟ ده يعني يا باشا ده 100 متر او 50 متر او 60 متر، مع ان مفيش مقاس صاله 100 متر ده لو قصر. تمام، خلينا افترض معاك انا البيت بتاعنا كله على بعضه، يعني مثلا اي بيت مصري هتلاقي مثلا 40 متر 50 متر الصاله هكذا في الحدود دي. فتيجي تتفاجئ ان انت بتحط تابلو انت شايفه. الفينيل استعمالاته استعمالات اندور. طابلو والله بيتلزق على الحيطه، اللي هو بمعنى الكلمه بيتقال عليه ستيكر. بيتلزق على الباب الازاز اللي هو الستيكر برضه. بيتلزق على بتاع الدليفري، البوكس بتاع الدليفري. معلش هو بوكس الدليفري لو الدليفري بعيد عنك انت كده كده هتشوف منه حاجه؟ والله مش هشوف منه حاجه يا باشمهندس، لان حجمه صغير اصلا. بعيدا بقى ان هو ار جي بي ولا سي ام واي كي، هو كده كده اصلا حجمه صغير فانا لازم اكون قريب. فالفينيل استعمالاته استعمالات قريبه فقط، قريبه. اكتب جنبها اندور قريبه. يعني انا لازم اكون قريب من الحاجه دي. فبالتالي لما استعمل ار جي بي هل ده هيضرني في شيء؟ هل هيعرضني لضوء شمس؟ هل هيبقى بره في الشارع زي ما عبد الرحمن بيقول كده متعلق في الشارع؟ لا، الفينيل ما بيتعلقش في الشارع. الفينيل خامته خامه الطابلوهات وخامه الاستيكرات فقط لا غير. تمام. طيب ايه تاني من الامثله اللي بتحط معايا ار جي بي؟ الديجيتال، طباعات الديجيتال، طباعات الورق، الورق العادي جدا انت بتطبعه، الغلاف، الحاجات دي كلها. باشمهندس ازاي؟ هقول لك معلش. هو انت بتعمل الورق على الوورد انت بتبقى مختار ار جي بي ولا سي ام واي كي؟ لا، انت لو لاحظت مش هتلاقي الكلام ده. طيب ما انت بتحط حاجات الوانها احمر فاتح، والله بتطبعها بتطلع احمر فاتح برضه. ليه بقى؟ خد بقى الكلمتين دول وحطهم حلقه في ودانك. دي حاجه بتدخل على تحت مسمى طباعه بودره او طباعه ليزر. وافتكر الكلمتين دول كويس قوي. تعمل ار جي بي. ليه؟ الحبر البودره يا صديقي العزيز هو حبر مخفف مش حبر اصلي. انت شفت لما جيت كلمتك عن الحبر اللي هو بتاع السيان او الميجنتا قلت لك هو فاتح، بس تعالى بقى بص على منظر الازازه تلاقيها سودة سواد الكحل، سواد العتمه. تمام.
ليه؟ لان هنا اللون مركز. زي ما بنيجي نقول ايه، شفت اللي بيشتري، شفتوا ازازه الشربات؟ انا عايز كل ما كانت مفتوحه في اللحظه دي بالذات. شفتوا ازازه الشربات يا شباب؟ حد فيكم قبل كده اشترى ازازه شربات؟ اه لا. اه ازازه الشربات، شفتوا انت ماسك ازازه الشربات الخام، شفت بيبقى لونها عامل ازاي؟ بيبقى اه لونه بتبقى دموي كده. تقيلة ولونها دم حلو. كده. لو جيت خدت حبه من دول وخففته على لتر ميه، بيبقى لون الشربات عامل ازاي؟ هل نفس اللون؟ لا لا اللي هو بيبقى وردي بقى خلاص كده خف. حلو. شفت المبدأ ده؟ هو ده المبدأ اللي بيتعامل عليه على اساس الارج، اللي هو البودره والمائي. المائي، الالوان زي المائي. الوان الطعام كده، صح؟ الله ينور عليك، زي الوان الطعم. شفت النقطه بتنزل لونها اسود، اسود، فجاه تحطها في الميه قلبت ازرق فاتح. يا جدع انت نازل اسود من الازازه، هو انت هتجنني؟ ده اللون نازل اسود يا باشا من الازازه. لا يا باشا، ده اصلا لون مركز. هنا بقى تيجي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. هنا ان ليه السي ام واي كي بيبقى لونه غامق؟ لان هو مركز. لكن الار جي بي الوان فاتحه، الوان بمعنى الكلمه مخففه الى 100 ضعف، 100 مره. فاهم؟ زي فكره الشربات، لما تاخد شويه في كوبايه صغيره كده وتحطهم على لتر ميه، فاجئ ان اللون بقى وردي بعد ما كان احمر دموي، احمر مقتول. تمام؟ فهمت الفكره؟ يبقى احنا فهمنا فكره الار جي بي والسي ام واي كي، الفرق ما بينهم. انت هنا واخد لون مركز 100%، هنا انت واخد 10% من اللون، الباقي كله عباره عن بودره حرفيا. تمام؟ عشان يحصل التشبع، عشان تطلع الالوان انت بتشوفها دي. يبقى انا بالنسبه لي، هل كل الطباعات سي ام واي كي؟ لا، الطباعات بتاعتي فيها ار جي بي عادي جدا. إيه هي الار جي بي؟ ايه فئه الار جي بي معايا؟ فئه الار جي بي قلنا عليها فئه الديجيتال والطباعات البودره، اي طباعه بودره. مش مهندس، في حاليا في مصر، وده حديث بقى انا حابب اتكلم عنه، لان انا كنت لسه في مطبعه من قريب، بشوف الشغل وهكذا. في تحديث نزل مصر قريب، معلومتين دول معلومتين مهمين جدا 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 لازم تعرفهم. والعياذ بالله التطور وصل لمرحله غبيه. ايه المرحله الغبيه دي؟ ان هم سناج عملوا، الكراسي. يا باشا اصبر بس، ده انا هفاجئك دلوقتي. التطور وصل لمرحله غبيه جدا، مرحله مرعبه. ايه المرحله المرعبه يا باشمهندس؟ اول حاجه، المكن دلوقتي بقى فيه تنكات ابيض. دي النقطه اللي كانت تمنع حضرتك من انك تاخد تصميم سي ام واي كي تعمله ار جي بي. لان انت طبعا كنا بنيجي نقول انت هتخفف اللون ازاي ما انت ما عندكش ابيض، لكن النهارده في ابيض. بالتالي المكنه بتخفف اللون المائي نفسه. مهندس احنا، انت قلت ما فيش الكلام ده، لا حاليا في. المكنه دي نزلت مصر، سعرها غالي. ما فيش غير تقريبا 3 4 مطابع في مصر اللي عندهم المكنه دي. المكنه دي سعرها ربع مليون جنيه. بس تبقى في معلومه كده ونولج، المكنه دي عامله زي مكنه التصوير على فكره، يعني حجمها حجم مكنه التصوير. تمام؟ المكنه دي شغاله حبر مائي، بس في نفس الوقت تطبع ار جي بي عادي جدا، لان بقى فيها تانك ابيض. دي اول نقطه، ودي اول معلومه. تاني معلومه وهي برضو الاخطر، ان المكنه ديجيتال حاليا بقى في تنكات ميه، يعني بقى حاليا شغال بالحبر الميه عادي جدا. فبقى انت عندك طبعا ديجيتال شغاله بالحبر الميه. فاحنا بعد كده في النقطه دي بقى انا حبيت اعمل لكم الابديت دوت، وعشان كده انا حبيت اراجع اقول لكم في الابديت ده الجديد بقى ان دلوقتي الار جي بي يندرج تحت كلمه طباعه ليزر فقط. طب يا باشمهندس كلمه ديجيتال لا انساها من دماغك، كلمه ديجيتال من دماغك اصلا خلاص، لان الديجيتال حاليا التطور اللي وصل له يخليه يطبع طباعه مائي عادي جدا، يخليه يعمل شغل سي واي كي عادي جدا. حلو. يعني اكتب دلوقتي. هتكتب ليزر جيت او يعني حبر ليزر جيت. بودره، التطور من ليزر دي. جيت او حبر بودره. لكن ديجيتال دي شخبط لي عليها، لان الابديت الجديد حاليا تمام المكن الديجيتال بقى موجود فيه الوان ميه، وبقى موجود فيه تانك ابيض، فبقى الدنيا حوسه. التطور اللي شغال حاليا هيلبسنا في حيطه. قول يا عبدو. زي ما حضرتك كده بتقول لسه يعني 4 مطابع بس اللي هم بيطبعوا حاليا. اه 4 الموضوع مطابع في ده مصر كلها. الموضوع لسه يعني هتلاقي انتشرت. الموضوع لسه، والمكنه غاليه، المكنه بربع مليون جنيه مش ببلاش. خلي بالك انت بتتكلم ان المكنه الثانيه اللي هي الليزر جيت ب 30 40 الف جنيه. شوف فرق قد ايه، فرق فيه فرق 210 ما انا فاهم 210 كده. الف. فنادرا لما تلاقي مطبعه بتجيب حاجه زي دي. بس احنا بنقول ليه؟ بنقول لان الكلاينت انت ما تعرفش هو هيطبع فين. يمكن يبقى حظك ازرق ويسيب مع واحد من الاربعه دول، يروح لواحد من الاربعه دول يطبع عندهم. فاهم الفكره؟ فما تضمنش يبقى انت دلوقتي داخل على الديجيتال ايه. اعمله ايه؟ فمعنى كلمه لا ديجيتال خلاص الغي بقى كلمه ديجيتال، لان ديجيتال دلوقتي بقت عامه. كلمه ديجيتال حاليا بقت عامه، بقت تشتغل معاك ار جي بي وسي ام واي كي عادي جدا، بتشتغل بودره وميه عادي جدا. فديجيتال حاليا ما نقدرش نحكم عليها باي حاجه، خلاص كلمه ماتت. يعني بقتش حاجه مضمونه حاليا ده. بالظبط، المضمون حاليا هي اسمها ليزر جيت حبر بودره. ظهر الاثنين دول خلاص، لان ما ينفعش ليزر جيت مع حبر ميه. ثانيه اسمها انك جيت. حلو. دلوقتي انا بقول الكلمتين دول، ودول ابديت لسه ما بقالوش اسبوع حرفيا. انا خلال ال10 ايام اللي فاتوا اللي كنا واخدينهم بريك انا كنت بجمع كل الابديتس اللي في المجال، وجاي لك النهارده اعدل لك كل الابديتس اللي في المجال، ارص لك كل حاجه. حلو.
تمام يا هندسة. زي ان في نقطه تانية هنتكلم عنها قدام. تمام. طبعا احنا جينا اتكلمنا عن الاغلفه ان بيتعمل لها حاجه اسمها سريلا، صح؟ السريلات حلو، الغي لي بقى كلمه سريلات دي اصلا. خلاص أعرف. التطور الجديد دلوقتي. كده هكتب من اول جديد. التطور الجديد، ما انا جاي بقى اعمل لك ابديت، ما انا جاي اعمل لك ريفريش اهو. الابديت الجديد دلوقتي يا باشا ان شغل السريلات كله اتمنع، بقى كل الشغل اللي شغال دلوقتي زنكات مش سريلات. الزنك بقى. زنكات، الزنكات دي بتبقى عامله زي شيت معدن كده محفور عليها الحاجه، بتنزل برضو في الحبر نفس الفكره وتطبع. الحلو ان الزنكه بتستحمل اكتر، احسن من السريلا، والزنكه سعرها ارخص. الزنكه سعرها تقريبا حوالي 50 جنيه، السريلا كان سعرها 250 جنيه. طب دلوقتي إيه هيفرق في الطباعة RGB CMYK؟ لا لا خالص، دي مالهاش دعوه، دي ماتيريال هتفضل شغاله زي ما هي سي ام واي كي، اي حاجه زنكه سي ام واي كي لان حبر ميه. بس هي الفكره انك هتشخبط لي على سريلا تكتب لي بدلها زنك. حلو. دلوقتي السريلات بقت شغاله في ايه؟ في كروت الشخصيه بس. حلو. شغاله في اي حاجه تانية غير كده. كروت شخصيه ممكن بقى، هندسة معلش. اختام. كروت الشخصيه والاختام هم دول الحاجتين الوحيدين اللي بيشتغل بيهم بالسريلات. الباقي كله بقى شغال زنكات. قول يا عبد. ممكن تقول بس المعلومتين بس عشان اسجلهم معلش. عيوني. اول معلومه اللي هي بتاعت المكنه، ولا اول معلومه قصدك اللي هي اللي هي الزنكات؟ اللي هي الزنكات. حلو. زمان كنا بنقول يا عبدو ان احنا بنغير الغلاف من ار جي بي لسي ام واي كي في حاله السريلات، صح؟ اه تعال على كلمه سريلات دي وشخبط لي عليها واكتب لي كلمه زنكات. تمام. حلو. عشان تعرف اسم الخامه، لان لما تروح تكلم حد هو هيسالك على اسم الخامه، فانت بالتالي لازم تكون عارف اسم الخامه. انا بكون حريص على ان ادق معلومه تكون بقولها صح. حلو. تمام. الخامه دي اسمها زنكه مش سريلا. تمام يا شباب. طيب ايه الفرق بين الزنكه والسريلا؟ السريلا دي سكوتش سيليكون اللي بتبقى موجوده في الختم، لكن الزنكه دي شيت معدن محفور على شكل الحاجه، بيتعمل 4 شيتات كل شيت بلون. عشان كده بنشتغل سي ام واي كي، كل شيت بيتحفر على اساس لون، السيان والميجنتا واليلو والبلاك. حلو. تمام. على العموم احنا كده كده لسه فصل الالوان جاي قدام، فصل الالوان ده ليله، فصل الالوان ده انت هتتصدم اصلا من الشكل اللي احنا بنشتغل بيه. حلو. يعني لحد الشرح موجود. طب ما كده الزنكات CMYK. ما الزنكات سي ام واي كي، انا ما قلتش غير السي ام واي كي الار جي بي، الزنكات او سيريلات الاثنين سي ام واي كي اصلا فعليا. ايوه. تمام. يبقى احنا كده عملنا 2 ابديت لنقطتين دلوقتي، كله معايا يا شباب؟ انا عايز مايكات مفتوحه. احنا عملنا ابديت لنقطتين. اول حاجه مكنه ديجيتال دي لغيناها من حسباننا بسبب التحديث اللي نزل والمكنه الجديده اللي نزلت. تاني حاجه كلمه سيريلا احنا لغيناها وخليناها زنكه، لان معظم الناس حاليا بقى المتعارف عليه ان هم شغالين زنكه لانها اوفر وبتستحمل اكتر. تمام. مفهوم الكلمتين دول؟ تمام. اه. طيب تعالوا نكمل كلام. كمل بقى بمعنى الكلمه بقى. الكلام احنا كده قلنا ايه الار جي بي والسي ام واي كي، صح؟ تعال نخش على ريزوليوشن. ريزوليوشن عندنا 3 ارقام جمال لزاز خفاف لطاف، 72 150 300. زي الفل. 300 قلنا استعمالها في ايه؟ في اللي حجمها صغير. بص احفظها، حطها في دماغك كلمتين قوي. اي حاجه مقاسها صغير بتخش تحت ال 300. حلو. مقاس صغير ده اللي هو لحد كام؟ معاك حاليا بعد التحديث، ودي بقى النقطه الثالثه اللي انا هعمل لها ابديت. انا كنت بقول لك لحد 30 في 40 اللي هو جيب الديجيتال. الديجيتال دلوقتي والعياذ بالله وصل لمقاس الربع. مقاس الربع ده اللي هو كام يا صديقي العزيز؟ وصل لمقاس ال 60 في ال 45. بسم الله ما شاء الله، ضربوا الجيب في رقم ابن لذينه. فاهمني؟ فانت بالنسبه لك حاليا يعني انت سيبك من حته 30 في 40 دي، انت مثلا ممكن توسعها لحد 60 في 60. تمام؟ يبقى لحد 60 في 60 عادي جدا. يبقى حاليا احنا كنا بنقول لحد 30 في 40، دلوقتي لحد 60 في 60 عادي جدا. ده كده اول ابديت واول نقطه هنحدثها برضو في حته زي دي. 300. ده في ال 300 لحد 60 في 60. ده تحديث جديد اهو. حلو. اطلع معايا شويه. التحديث اللي جاي الفينيل. الفينيل حضرتك كنا بنقول لحد متر في متر، صح؟ اه لا، لحد متر في ما لا نهايه. يعني متر عرض في ما لا نهايه طول. يعني حضرتك 150؟ هتشتغل 150. هتبدا من اول 60 في 60 لحد متر في ما لا نهايه. يعني اهم حاجه ان العرض بتاعك ما يزيدش عن متر 20 بالكتير قوي. بعد كده بقى الطول افرد لحد ما تصرخ ما تصرخ ولا حد هيسمعك. كمل يا باشا ان شاء الله تحط 10 20 متر. حلو. اهم حاجه ال 10 متر اللي تكتبها دي تكتب لي عليها من فوق ايه؟ كلمه ايه؟ عرض مش طول. حلو.
تبقى عارف. الملا نهائي دي ايه؟ براحتك بقى، اي رقم طول، اي رقم يتحط في الطول ان شاء الله يكون 20 متر. طول حلو. طول ماشي. تعالى معايا للبانر. لا البانر زي ما هو، راجل محترم الصراحه يعني، من فوق المتر وانت طالع. البانر ما اتغيرش، هو مش هيتغير دلوقتي اصلا. البانر ده عشان يتغير هيتغير له مكنه كامله، والمكنه الصراحه مش رخيصه عشان يخترعوا لك مكنه جديده، ده ب 3 مليون جنيه. فاهمين الفكره؟ هم بيلعبوا في المكن الصغير بيقرفونا بيه، بيحدثوا فيه. الميزه دلوقتي والحاجه الحلوه حوار التانك الابيض ده. دلوقتي المكن اللي شغال حبر ميه يقدر يطبع ار جي بي عادي جدا، ودي ميزه كويسه جدا. خلي بالك انا شايفها من اكتر المميزات الجميله، عشان بس تبقوا انتوا عارفين، اكتر المميزات اللي حرفيا هتفيد اي حد. دلوقتي لو اتلخبطت لا قدر الله سي ام واي كي وعملت ار جي بي، خلاص الدنيا محلوله عادي، المكنه تتعامل. بس بشرط ان اللي يكون شغال عنده المكنه دي. طب حلو. ما كده برضك لو لما مع الوقت والحاجات تتطور، مش كده سعرها كده كده هينزل، فكده مش تفرق مع الناس العادية برضك عادي. ايوه ايوه، ما هي كل حاجه مع الوقت هتبدا تنزل، وهتنتشر في شكل اكبر. وهيجي بقى الصين تقلد لك مكن بكواليتي اقل، بيديك كفايه عمر اقل في السن، في المده اللي بيقعدها، بس سعره ارخص. والناس بتجري ايوه ورا حاجه زي دي. بس يبقى احنا دلوقتي الابديت الجديد يا شباب في ريزوليوشن من صفر لحد 60 في 60 كام؟ لحد 60 في 60 300. حلو. من فوق ال 60 لحد متر في ما لا نهايه كام؟ 150. ال حلو. 300 زي ما هي بقى. ال 72 يا بغل. قصدي ال 72، انت فاهمني ماشي. انت ما تلخبطش ما تلخبطش عشان اللخبطه دي تعك لك الدنيا. حلو. ال تمام 72 زي ما هي ملهاش دعوه، ولا هي البانر من متر فيما فوق. اعمل بانر باي من اول متر في متر لحد 400 متر في 700 متر هيفضل 72. حلو. كده احنا تمام. رجعنا الكلر مودرز. لحد هنا في مشكله؟ اسمع مايكات جميله. زي الفل. عارف ان الدنيا بدات تعك معاكم بسبب الابديتس، بس تطبيقات لازم كتيرة. لازم. انا مع نفسي عمري ما هقبل ان اطلعكم من الكورس لا قدر الله في معلومه جديده موجوده في السوق ما تعرفهاش، واسيبكم بقى تلطشوا في السوق من جديد. انا اي حاجه بقى توصل لي اول باول بعرفكم بيها. الخبر ده لسه لا. وصل لي والله العظيم من 4 ايام. 4 ايام بالظبط الخبر ده كان عندي، وده اللي كان مخليني قاعد بهندل الموضوع وبدور اكتر عشان اتاكد من كل الاخبار اللي جات لي. طب يا هندسة، أنت رأيك دلوقتي نبدأ نشتغل بالموضوع ده من دلوقتي ولا نستنى شوية حبة كده؟ المقاسات تشتغل بيها عادي، مقاسات وريزوليوشن عادي. كلر مود هتفضل زي ما انت، يعني هتفضل شغال زي ما انت. يعني ما تامنش على حته ان انا لو سيمو يكو عملت ار جي بي عادي المكنه فيها تانك ابيض، لا ما تامنش على الموضوع ده. حلو. عشان لان لسه مش قلنا منتشر. المكنه دي لسه مش منتشره وسعرها غالي، مكنه بربع مليون جنيه مش بجنيه ونص. يعني أنت قصد حضرتك إن أنا أستنى شوية برضه؟ استنى شويه في حته الكلر مود، أه. انك تغير حاجه سيمو يكيل ار جي بي، او حاجه تبقى شغاله ميه وتعملها ار جي بي. لكن ريزوليوشن لا يا باشا، زي ما انت على المقاسات الجديده اشتغل لحد 60 في 60 عادي جدا. لان المكن حاليا بقى بيتحط له جيب خارجي، وده حاجه بقت بتخلي المكن من جوه اوسع. فاهم حاجه؟ تمام. بس والمكن كده كده ايوه الديجيتال اللي جابه كبير ده مش غالي، هو رخيص اصلا. تمام يا هندسة، كمل. لحد هنا حد من اللي قافل المايك بقى وقاعد مدينا الترللي ده معاه مشكله؟ لا تمام. لا تمام. كويس. بتكتبه؟ اه كتبت التحديثات اه. يعني كل اللي قاعد معايا حاليا بيكتب ولا معتمد ان هو يتفرج على الفيديو؟ أه كتبت. طيب كتبت بعض حاجات وفي حاجات هسمع تاني برضه. مفيش مشكله عادي، هو كده كده الفيديو لازم يتسمع تاني عشان الابديتس، واهم حاجه بالنسبه لي فعلا. الابديتس دي. مم. طيب صلوا على النبي. حابب اصلا إيه؟ مع بعض مود ريزوليوشن على بوينت جديد. ايه البوينت الجديد يا صديقي العزيز منك؟ ايه اللي جاي بعد الكلام مود ريزوليوشن؟ هتقول لي واجهه البرنامج، اقول لك سيبك منها يا عم، الكلام ده ما بياكلش عيش. شويه الادوات والحرفشه دي احنا اكبر من الكلام ده. احنا كده كده عارفين هنتعامل معاهم ازاي ودارسينهم كويس، وحتى لو مش دارسين مع الشغل الكتير هنعرف ايه اللي جاي. كاميرا رو. الله ينور عليك راجل جميل. والعياذ بالله عندنا حاجه اسمها كاميرا رو. مين اللي فيها حابب ابديت دي ولا يمسك؟ لا؟ ثواني بقى، مين اللي حابب يمسك المايك ويسمعنا الستة بانلز المرعبين اللي فيها؟ اللي هو بتاع اللي هم انهي؟ اكسبوجر، اللي هو كونتراست، بتاع هايلايت، الاكسبوجر شادو. يا كونتراست. عم انا هقولهم لك اهو. اكسبوجر، كونتراست، هايلايت، شادو، وايت، بلاك. أقول أنا هندسة. ممكن اقوله. اللي هيمسكهم يمسكهم لي كلهم. أه ست. ماشي. الكراسه تترمي من الدور العاشر وما لاقيهاش قدامك من دماغك. هنقول على من اللي إحنا بالي. مذاكرينه. طيب خليني هبدا بعبد الرحمن، بعد كده اروح لعبد ار تي اكس. خلاص امشيها تمام. بالترتيب.
حضرتك هتقول لي النقطة وأنا أتكلم ولا قول يا إيه باشا بالظبط؟ اكسبوجر. تمام. عندنا الإكسبوجر دي اللي هي خاصة بالإضاءة عامة، اللي هو لو حلو عليتها بتعلي الإضاءة، أو حلو. وطيتها بتسود يعتبر التصميم. معلش يا عبدو تمام. هرخم عليك، تمام. عايزك تفهمني يعني ايه كاميرا رو اصلا. من ناحية إيه بالظبط عشان أفهم؟ يعني ايه كاميرا رو؟ ايه البانل دي اصلا؟ ايه فايدتها؟ دي خاصة بتعديل الإضاءات بتاع الصورة. بس دوت بس؟ مش بس. اعوذ بالله، عندنا بانلز اسمها تكستشر، كلاريتي، حاجات كده جميله. ركز يا عبدو. طيب هعرف انا الكاميرا رو لان الموضوع ممكن يبان صعب شويه، فهعرف انا. الكاميرا رو يا تمام. شباب هي بانل متخصصه بتعديل، توضيح، وتلوين الصور. طيب ليه انا بقول الثلاثه دول؟ تعديل دي اللي هي الكونتراست والهايلايت والشادو والكلام ده كله. حلو. توضيح اللي هي تكستشر وكلاريتي والفئه الجميله بتاعت نويز ريديوس وكالر نويز ريديوس. حلو. تلوين مع حضرتك بقى ساتوريشن وفايبرانس واسمه دوت، ومعاك اسمه ده، معاك اللي هو تمبريتشر. تمام. وعندك الويلز تحت، وعندك الكيرف، كل الكلام ده متحكم في الالوان، صح؟ اه. لتعديل بالي دي تلوين. لت... لتلوين وتعديل. تلوين وتعديل وتوضيح. حلو. تعديل اللي هي البيانات الاساسيه، هايلايت وشادو وايت وبلاك، الكلام دوت، اكسبوجر وكده. تمام. تلوين معاك اللي هي الساتوريشن، فايبرانس، والتمبريتشر، والكيرفز، وال اسمه دوت، والويلز اللي هي بتاعت الدوائر اللي فيها الالوان تحت. حلو. كولر ماب. حلو. الكلر ماب بالظبط. ومعاك برضو التوضيح اللي هي التكستشر وكلاريتي ونويز ريديوس وكلر نويز ريديوس وشاربنينج، كل دول مهمين جدا. دي اهم التفاصيل اللي احنا كده محتاجينها. حلو. يبقى انا كل دول الكاميرا عارفين. رو، الكاميرا رو بالنسبه لي هي ايديا ورجليا. او بقى ان انا يا باشمهندس اصل انا الصوره لقيتها بكسلها وقمت رايح على برنامج ريميني، لا الكلام ده تنساه. الكلام ده لو انت راجل فلاح شغال على كانفا. تمام. انت راجل مش شغال على كانفا، انت راجل شغال على فوتوشوب. عيب لما تبقى شغال على برنامج بحجم فوتوشوب تقول انا بستعمل برنامج خارجي. زي ناس كتير قوي بشوفهم بيستعملوا اب سكيل. يا صديقي الكاميرا رو جوه، الكاميرا رو ممكن تخلي لك التصميم الراجل اللي قدامك ده ملك جمال. ممكن ترجعه لك عارف انت اللي هو يقول لك ايه، سمير مجدي خليناها عبير مجدي. انت ممكن تعمل اي حاجه بالكاميرا رو. الكاميرا رو بالنسبه لك سحر، عشان بس تبقى انت عارف. تمام. فاحنا بندرس كاميرا رو، ويعتبر احنا يعتبر اول ناس بنتكلم بالتخصص ده على الكاميرا رو بالشكل ده، عشان هي مهمه 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 مهمه. ومش فاهم ازاي الناس بتقول عليها انها بانل بتمشي بالحب. انا هموت وافهم لحد النهارده ازاي الكلام ده. حلو. الأول كنت هفتكرها كده، مفيش بعد ما الكلام خدنا ده. الفكرة. بعد ما خدنا الفكرة بقت حاجة تانية خالص. مفيش حاجه اسمها ان البانل بتمشي بالحب. ما اصل بالحب ده انا هفهم منين انا عايز اعدل ايه. ان زي مثلا الناس كتير تيجي تقول لي والله انا بسحب يمين وشمال واشوف اللي يجي معايا، لا مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها انا عندي اخطاء 1 2 3 4 فبشتغل عليهم. تمام. تمام. سمعونا بقى يا عبدو بعد ما قلنا الاكسبوجر، كان على الكونتر. الكونتراست دي خاصة اللي هو لما بتعليها شوية بتبقى خاصة بوضوح الألوان أكتر شوية. تمام. كمل. كمل ماشي. كمل. عندنا بقى في حاجتين اللي هم حضرتك كنت بتقول عليهم رخمين، اللي هم هايلايت. الهايلايت هايلايت. والشادو. الهايلايتس ده هم الاثنين حضرتك كنت بتقول اللي هم الاثنين عاملين زي الجيران كده، اللي هو كل انت في حالك وانا في حالي. تمام. فالهايلايتس لما بتعليه بيعلى شويه، بيعلى عالي، بس ما بيأثرش على الشادو. حلو. والشادو برضه نفس النظام، لو رجعته شويه لورا برضه بيفضل زي ما هو، ما بيأثرش على الهايلايتس. نقدر تمام. نقول ان هما الاثنين محايدين، ملهمش بالظبط. علاقه ببعض. كويس. اه. تمام. والوايت والبلاك الاثنين عكس بعض، يعتبر دول زي اللي حضرتك كنت بتقول اللي هم زي اخوات كده بياكلوا ورث بعض. اللي هو لو ده لما بتعلي مثلا الوايت بيدخل على البلاك، والبلاك نفس النظام، يعني هم الاثنين عكس بعض. طيب هو ده بتاع الوايت. دي كده الست بانلز الرئيسيين. والله ينور يا عبدو، كلام سليم 100%. يعني كنا عايزين نروح لعبدو ار تي اكس نسمعه في سؤال بس يلا ربنا نجد. حلو. فاحنا بالنسبه لنا يا شباب زي ما اتكلمنا، هايلايت، حبيبي يا شادو، عبدو. والوايت والبلاك. تمام. بالظبط. والكونتراست والاكسبوجر، الستة دول اهم من حياتك. طيب يا باشا المهندس الباقي اللي انت عمال تتكلم عنهم دول، معلش انا لو سالتك تكستشر ورحت ترجمتها على جوجل ترانسليت مش هقول لك انك راجل فاهم انجليزي، رحت ترجمتها على جوجل ترانسليت هتفهم ان التكستشر دي يعني تفاصيل.
كلاريتي هتفهم ان دي توضيح. تمام. لو رحت بعد كده سمعت مثلا على جوجل ترانسليت برضو كتبت نويز ريديوس، هتعرف ان دي مانع للضوضاء. كلر نويز ريديوس مانع ضوضاء الالوان. فمعلش بعد كده ترجمها هتفهم هي بتعمل ايه. حلو. لكن عكس الباقيين زي هايلايت وشادو وايت وبلاك، معلش هما الاثنين قريبين من بعض اصلا. فاهم. فتيجي تقول لي والله ايه علاقتهم ببعض، انت بقى تبدا تلف حوالين نفسك. فاحنا هنا بنعالج الموضوع ده. تمام يا شباب. فاحنا تمام. بالنسبه لنا كاميرا رو نقدر نعمل بيها شغل ايه؟ شغل تعديل الصور وتلوينها وتوضحها. انا عايز افهم انا ليه شايف صمت، انا لسه قايلها من دقيقتين. انا حاسس ان انا بقول معلومه لاول مره يا شباب. بتسأل عبده ولا بتسأل عموما؟ بسال عموما، انا ما سميتش حد. انتوا كلكم سكتوا، انت بقى هتلاقي نفسك ما كنتش عارف تجاوب تقول لي بقى بتسال عبده، هنلبسها لا للراجل والله العظيم، الغلبان. والله العظيم والله العظيم كل واحد دور اقسم بالله. لا يا باشا، انا عايز كله يجاوب. خلاص تمام. فاحنا بالنسبه لنا كاميرا رو مهمه مهمه مهمه. طيب كاميرا رو طبعا شغلها المعظم عملي، وطبعا احنا اشتغلنا عملي فيها الحمد لله بفضل الله الفتره اللي فاتت كتير جدا، قعدنا عليها حبه حلوين. تمام. ايه وطلعنا كواليتي كويسه الحمد لله، وكله انا اشتغلت والحمد لله. النهارده يعني بعد ما كنا بنعاني في حته الاسئله دي، النهارده بس ما شاء الله بتتخانقوا على مين يجاوب. الدنيا ماشيه. جينا اتكلمنا بعد كده في قائمه فلتر على ثلاث بنالات في الفلتر مهمين برضو، مش مهمين قوي الصراحه. يعني عندك الليكوفاي، ودي بانل ملهاش اي لازمه غير شويه لعب وايديت بسيط. تمام. عندك بعد كده اللي هو البلور جاليري، ودي يعني فاهم شد لي تحتها مليون خط، وانت عارف ليه؟ عشان طبعا دي حبيبه قلبك، حبيبه بتاعت الشادو. تبع الشادو. دي هي المتحكمه في الشادو كله، دي اللي بتظبط لك شكل العنصر اللي انت بتحطه على انه شادو. بعد كده الاستايلايز، وجينا اتكلمنا عن الاستايلايز على حاجه واحده اللي هي اويل بينت، واتكلمنا عنها اللي دي بتاعت الطبلات او تحسين الكواليتي بتاعت الوش، او تظبيطها انها تطلع ايه على حاجه بمعنى الكلمه واخده شكل مرسوم كده. حلو. وده الحوار اللي ده كان كده بتستخدموه زمان، دلوقتي بقى عندنا الاوسكيل والكلام ده. الله ينور عليك بقى. حاليا الدنيا اسهل وعندنا برامج نقدر نستعملها تعمل كل الشغل ده ببساطه خالص، غير ان اصلا الاي اي حاليا بقى بيعمل الكلام ده لوحده، فمش حتى مش هقول لك الجا لبرامج خارجيه. طيب الثلاثه دول في حاجه فيهم صعبه نشرحها؟ لان انا شايف اصلا الثلاثه دول ما فيهمش اي معلومه. شباب انا عايز مايكات مفتوحه. لا. كمل. خلاص. ايه. جئنا للحظه اللعينه، اللحظه اللي خلت ناس كتير جدا تزعل. ايه هي اللحظه اللعينه يا شباب؟ السوشيال ميديا. ايه اللي كنا شارحينه في السوشيال ميديا؟ اتكلمنا اول خالص السوشيال ميديا وايه الفرق ما بين التصميم والصوره، ودي احنا شرحناها في اول السيشن وهنعيدها تاني عشان تبقى موجوده في الفيديو، عشان برضو الشباب تسمع نفس الكلمتين. الصوره الصورة هي صورة اصبر التصميم بس معنى. اصبر اسمع عشان انت ما كنتش حاضر الحبه اللي كانوا في الاول، كلام كتير. تمام. يا شباب هي مجرد شويه صور محطوطه فوق بعض، وانا عارف اتعامل معاهم او ادمجهم او اعملهم. بس هتيجي تسالني انت حطيت دي هنا ليه، شلت دي من هنا ليه، او وديت دي هنا ليه، هقول لك ما اعرفش، انا شكلها عجبني كده، فانا راجل ماشي بشكل عشوائي، فده اسمه ايه؟ اسمه صوره. حلو. لكن التصميم ده حاجه تانية خالص، ده يبقى انا ده قسم تاني خالص. التصميم هو عباره عن حاجه اسمها فكره. طيب ودي نقطه لسه كنت بتكلم فيها يا شباب دلوقتي قبل ما نبدا ريكوردنج، كانت معلومه مهمه قوي قلتها لهم. اوعى الكلاينت يبعت لك يقول لك انا عايز تصور للتصميم قبل ما يديك ديبوزيت او يتفق معاك او تاخد اي فلوس، وتيجي تقول له والله انا التصميم ده هعمل فيه 1 2 3 4، تيجي تقول لي والله ده بعدها الكلاينت مش، ما هو لازم يمشي، هياخد الفكره اللي حضرتك قلتها له هي عجبته ابروفد بالنسبه له، ويطلع على واحد تاني بياخد 50 جنيه في التصميم يسمعه الفكره ويخليه ينفذها. اصل معلش تنفيذ مش صعب، شويه صور هتحط فوق بعض، وانت كده كده شارح الطريقه اللي تحط بيها الصور دي فوق بعض. فانت راجل بسم الله ما شاء الله، انا عملت له فري كورس اديته تصميم ببلاش. ناس كتير تتفاجئ من الكلام دوت، تقول لك يا باشمهندس ده يعني ايه يعني ان انا ما اديلوش فكره التصميم؟ لا انت اديته فكره التصميم، ده اديته التصميم نفسه. باشمهندس ده هياخد الفكره هنعمل بيها ايه، هو بيعرف يصمم؟ انت ايش ادراك؟ ايش ادراك ان اللي بيكلمك ده مش مصمم؟ وجيت لسه قلت من شويه ان ده موقف وحصل معانا شخصيا. واحد يعني الله يوفقه عشان ما نقولش كلام غير كده، دخل بعت للتيم في الكول سنتر، قعد يتكلم معاهم في كل حاجه، كل تفصيله تخص الاسعار بتاعت الشغل. فجاه لقينا بعدها بيومين بعت لنا بيقول والله انا مصمم وعايز الاقي فرصه شغل معاكم. خلي بالك الحقاره والنداله دي انت هتلاقيها كتير، ناس كتير جدا ما عندهاش ضمير، ناس كتير جدا مش عارفه ان هي كده بتخسرك. انا بحترم الشخص اللي يدخل يقول والله يا شباب انا في واحد فلان اتنين واحد اتنين تلاته اربعه مصمم وعايز واحد اتنين تلاته اربعه،
فهو راجل صريح بيطلب منك مساعده، عايز تساعده كان بيها، مش عايز تساعده خلاص. انما في ناس تانية بتتعامل بشغل ندالة، شغل حقارة، يعامل معاك على انه مش في المجال، ويخليك تجيب كل اللي عندك، وبعد كده ايه بقى يقول لك والله طب شكرا سكر الله سعيكم انا خدت كل اللي انا عايزه. تمام. ثواني انا هعمل بس ميوت للكل يا شباب، عشان ايه؟ عشان بس في صوت عند عبده تقريبا. تمام. تقريبا عندي عشان اخويا بالظبط، كده. ايه يا ريت تقفل المايك لانه عامل دوشه قوي. طيب بقول لك كنت عاوز اسالك في سؤال. اتفضل. عملت ايه مع الراجل ده؟ والله ولا اي حاجه، انا عملت سكيب للشاهد، اصل اتعود على كده. اصل انا جالي في كذا حمله، يعني انا حاليا كل حمله مثلا بتتعمل هي بيجي لي مثلا 2 3 بنفس المنظر ده، فانا اتعودت. انا بحب الشخص الصريح، يعني انا جالي واحد صريح طلب بيقول لي والله انا مصمم لسه ببدا وعايز اعرف لسه الاسعار، ده راجل محترم، انا اديته لسه الاسعار واديته المنيو واديته شكل التصاميم كمان اللي بنعملها. يعني ده راجل محترم، جالي دايركت، جالي قايل انا عايز 1 2 3 4. انما التاني ده انا ما بعبروش مع احترامي الكامل، حتى لو كان في نيه ان انا اساعده فانا مش هساعده. تمام. ثواني يا تمام. شباب. طيب نرجع نكمل كلام. الواتساب كامبين. نرجع نكمل كلام يا شباب. احنا جينا اتكلمنا وقلنا ان التصميم انت لازم تاخد بالك منه، انك تراعي الفكره بتاعتك وتاخد بالك من الفكره كويس قوي، وتحرص على انها ما تتسربش، لان لو اتسربت شكر الله سعيكم حضرتك انت اتسرقت وانت ما تعرفش. اتسرقت وما تعرفش ازاي يا باشمهندس؟ يعني ببساطه اللي هياخد من حضرتك الفكره دي هيروح يعملها عند اي حد تاني، او ممكن يعملها هو بنفسه، هو اصلا مصمم وانت ما تعرفش. تمام. فانا بالنسبه لي والله العميل قبل ما يتفق معايا كل اللي ليه عندي ان هو ياخد العينات السابقه من شغلي يبص عليها، عجبه بنتفق، ما عجبوش ما بنتفقش، عشان تبقى عارف. ماشي انا عميل من عندك، ده شيء ما يزعلكش او شيء ما يخلكش تحس ان انت والله ده انا كان في ايدي 200 جنيه وما خدتهمش، كان في ايدي 200 جنيه وما خدتهمش. لا مفيش الكلام ده، ده رزقك انت، لو مكتوب لك هتاخد الفلوس دي هتاخدها. ادوني ثواني يا شباب. رجعنا يا شباب. تمام. كنا واقفين عند نقطة ايه؟ ان احنا بنتكلم ان التصميم فكرة مش صورة. تمام. تاخد بالك على نقطة زي دي كويس قوي، اوعى تسرب الفكرة لأي شخص كان على وجه الأرض. مفيش حاجة اسمها ان انا بشاوره وبوري له ان انا ممكن اعمل ايه. لا ما تضمنش الشخصية اللي قدامك. حلو. والله يا باشمهندس ده عميل بياخد عندي شغل بقاله 20 سنة، والله ممكن بعد 20 سنة ودقيقة يغير رأيه ويقول انا هسيبك. عادي، وحصلت معايا شخصيا. حلو. يبقى يا شباب دلوقتي بالنسبة لنا خلصنا كده مراجعة يعتبر معظم اللي فات. اللي فاضل اللي هي نقطة اللي هي الشادو. طبعا دي معمول لها سيشن على المنصة، معمول لها سيشن متصور ومحطوط على يوتيوب، ومعمول لها كذا حاجة. حد هنا في مشكلة؟ يعتبر حاجة. الحمد لله اللي ما خدناش وقت كتير، بقى لنا 7 دقيقة بس. مم. مفيش مشكلة. تمام. لحد هنا في آه. مشكلة؟ كويس. لا لا مفيش مشكله. طيب حد عنده أي سؤال ولا نوقف الريكوردنج على كده؟ ها؟ تمام. لا ماشي. تمام. احنا كده خلصنا يعني. حاليا